اسمع يا ابن ابني، ساعات الدنيا تبص لك من فوق لتحت وتقول لك انت فاكر نفسك مين. ساعتها اعمل فشار في عيلة اسمها داميليو او حاجة زي كده يا ابني. ما تدققش، هما من امريكا، ومش عشان قلت فشار تفكر انهم بتوع ذرة. انضج يا واد، دول بتوع توك توك ولا تيك توك ده. البنت الصغيرة كان عندها 15 سنة، اسمها تشارلي. كانت بتعمل فيديوهات سنة 2019 والناس حبتها وقالوا عليها كارديشيان التيك توك. اختها الكبيرة اسمها ديكسي. في الاول كانت محرجة وتقول لها ايه الهبل ده، مش متخيلة انها ممكن تعمل زي اختها. بس لما شافت الملايين بتيجي قلبها مات وفتحت اكونت هي كمان زي اختها. وشوية شوية بقوا مشهورين يا واد، والشركات بقت بتتخانق عليهم. تلاقي بقى دانكن دونتس بقى وشركات كتير كده عايزاهم يعملوا لهم دعاية بالهبول اللي عايزاهم. وهنا بقى ابوهم مارك قال لك ايه بقى يا واد، ليه نعمل دعاية للناس، ما نعمل براند لنفسنا ونعمل له دعاية احنا. وساعتها جاب مدير اعمال ومحامي وقعدوا يدوروا الفكرة في دماغهم. قامت جت فكرة، جت منين بقى يا واد؟ من اغنية اسمها بي هابي. كانت ديكسي بتسمعها عشان تعالج حزنها. ساعتها قالوا ليه ما نعملش سناكس فشار اسمه بي هابي سناكس، يمزج بين المتعة والصحة، عشان جيل الزي بيحب كده. ورا الكاميرا قالوا لي جيل الزي، بس انا مش فاهم حاجة. يبقى اكتب لي في الكومنتات ايه الجيل ده يا ابني. الفكرة كانت بسيطة بس بياعة، وانهم يجمعوا العيلة كلها على حاجة العيلة كلها بتحبها اللي هي الفشار. احلى لحظة عندهم كانت لما يقعدوا كلهم مع بعض وياكلوا فشار مع بعض. فقالوا نبيع اللحظة دي للناس ونخليهم هابي زينا. ديكسي نفسها بتقول الشغل مع العيلة على الفشار حسن من صحتها النفسية، وبقت عايزة كل واحد شايل طاجن سته يلاقي عيلته جوه كيس الفشار ده. الخلاصة يا واد، الشغف والشهرة ومنتج يلم الناس حوالين بعض ممكن يبني لك امبراطورية فشار زي عيلة داميليو. زمانك لسه ما نضجتش يا ابن ابني، بس لما تنضج هتعرف ان السعادة ممكن تبدأ من كيس فشار صغير.